بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، والله الواحد حزين 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 للي بيحدث للرياضة المصرية ورياضة كرة القدم. كلامي لكل عشاق الكرة المصرية وجماهير الكرة المصرية. عندنا برنامج في قناة تن ورضا عبد العال والكلام ده كله، في قناة الشمس ومجدي عبد الغني، اون سبورت واحمد شوبير وسيف زاهر وكل الكباتن اللي بيحللوا الاستوديوهات في الدوري المصري وغير البرامج، صدى البلد وهاني حتحوت ومحمد فاروق وكل الناس اللي في القنوات دي. عشاق الكرة المصرية لازم يقولوا للناس دول ستوب، كفاية كفاية برامج رياضية بيتصرف عليها ملايين ملايين، والرياضة المصرية كرة القدم صفر. أمس النادي الأهلي بعظمة النادي الأهلي يتعادل مع صن داونز. الزمالك بطل الدوري والكاس بيهزم 2-0. منتخب الشباب، وما أدراك ما منتخب الشباب، للأسف بطولة بتقام على أرضنا، على أرض مصر، في وسط جماهير مصر، وبنطلع من البطولة خاليين الوفاض. هل في دم عند اتحاد كرة القدم؟ هل في مسؤول عنده إحساس بإنه يقول إحنا فشلة، إحنا فشلة، إحنا فاشلين في إدارة كرة القدم في مصر؟ ياما اتكلمنا وياما قلنا وياما أرسلنا كبسولات، وليس منتخب المغرب ببعيد. يا جماعة يا جماعة، كوبي بيست يا جماعة، انقلوا التجربة، حاولوا تستفيدوا، حاولوا تدرسوا. واللي يضحك أكتر كابيتانو مصر، برنامج لاكتشاف المواهب حولناه لسبوبة. كل واحد صاحبه واحد بيجيب واحد، شادي محمد على طارق السيد على فلان على فلان، يجي ضيف على علان، سبوبة ومهرجان. بدل ما يبقى برنامج ذو قيمة، ان انا اختار 20 لاعب في سن البراعم او في سن الناشئين واخد الناس ديا. يا جماعة يا جماعة، مش هنتطور، والله ما كرة القدم هتتطور ابدا طول ما اللي ماسكينها، مش عايز اقول جهل، مش عايز اقول عدم خبرة، مش عايز اقول سبوبة، ولكن بعيد عن العلم، بعيد عن التخطيط، بعيد عن الرؤية. يا جماعة كرة القدم صناعة، علم، تطوير. امس سان داونز بيلعب كرة اوروبية، بيلعب التسليم والتسلم، بيلعب التيكي تاكا، بيلعب الانتشار، بيلعب الظهور. قصاد مين؟ الاهلي بطل مصر ونادي القرن. بنلعب كورة قديمة. يا جماعة يا جماعة، التطوير لازم يتم من تحت. التطوير منتخب زي منتخب الشباب، مع احترامي لازم اجيب له مدرب عالمي، مدرب عالمي ينتقي المواهب، المواهب الكروية، ينتقي الجسم اللي يصلح سيرد باك، الجسم اللي يصلح سترايكر، ينتقي اللاعب صانع الالعاب، ينتقي اللاعب الوينج يمين والوينج شمال. مدرب عالمي ذو رؤية، عنده نظرة في انه يقدر يصنع نجم، مش مدرب مع احترامي. ايه فترة الاعداد اللي عملها للبطولة؟ ايه فترة الاعداد اللي عملها للبطولة؟ ولا شيء، ولا حاجة. يا جماعة كفاية بقى، كفاية بقى، كفاية بقى ضحك، كفاية ضحك على الناس، كفاية إلهائهم ببرامج. والشيء المحزن،
حبس رئيس نادي الزمالك شهر، حاجة فوق الوصف والخيال يا جماعة. في ايه؟ مع اختلافنا 360 درجة على الاسلوب والطريقة والسباب. كابتن محمود الخطيب ده قدوتي وحبي وعشقي لكرة القدم من طفولة، ولكن كان الامور تتحل بأبسط من كده يا جماعة. في حاجة اسمها العفو عند المقدرة، في حاجة اسمها مسؤولين كبار يقعدوا ويخلصوا الموضوع بشكل ودي وشكل راقي، ولا محاكم ولا سجون ولا أي حاجة يا جماعة. مش هو ده اللي هيرفع كرة القدم أبدا. وتلاقي هنا المنتفعين، وتلاقي هنا المنتفعين، وتلاقي هنا اللي بيدور على مصلحته. والله ما حد بيدور على مصلحة الكرة المصرية أبدا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. يا جماعة يا جماعة، يا ناس، يا مسؤولين عن الرياضة، يا مسؤولين عن كرة القدم، انتقوا بقى، انتقوا المدربين، انتقوا اللعيبة. 10 مدربين أعمل لهم دورة عالمية، يروحوا يحتكوا بالمدربين الكبار العالميين، يعملوا فترة معايشة. الناشئين أجيب لهم 3-4 مدربين عالميين، تغذية، لياقة بدنية، تحمل، قراية ملعب، تكتيك، كل شيء يخص كرة القدم. لكن بالطريقة دي كل 10 سنين محمد صلاح، لا ميدو، لا إمام عاشور أخيرا. يا جماعة، السنغال ونيجيريا والفرق الإفريقية دي عندهم 200 و300 و500 لاعب محترف. مش لازم أطلع اللاعب بتاعي في أندية عالمية. اطلع في بازل، اطلع في أندية أوروبا، في أسبانيا، في إنجلترا، في اليونان، في تركيا. خلي اللعيبة تعيش جو الاحتراف، جو الالتزام. لازم يبقى فيه منظومة، هيكل إداري وفني وتقني على أعلى مستوى، يخطط للكرة المصرية، يخطط للكرة المصرية على مدار قريب ومدار بعيد. يا جماعة، لو خدت سن 13 و14 و15 سنة، بعد 8 و10 سنوات ده منتخب مصر اللي هيلعب في المربع الذهبي في كاس العالم. تعلموا يا جماعة من المغرب، كان فخر فعلا. ناس بتلعب كرة أوروبية، لأن كل لاعيبة المغرب محترفين في أوروبا. لما لعب إنجلترا، لما لعب الأرجنتين، لما لعب، عادي جدا عادي جدا. شفنا التجربة السعودية وما أروع المنتخب السعودي وهو بيلاعب الأرجنتين، كسب الأرجنتين، يكفي هذا. بيلعب مع المكسيك، بيلعب كرة أوروبية هجومية، بيلعب بتكتيك، بيلعب بفكر عالمي. عندي قاعدة، عندي دوري قوي، ملاعب. يا جماعة عيب، والله العظيم الملاعب في مصر تكسف، والله العظيم. استوديو التحليلي يبقى 4-5 ناس بيتكلموا. يا جماعة ركزوا في الاستوديو التحليلي. أنا عايز أعلى واحد بيحلل مباريات كرة قدم، اسمعوا لمدة 5 دقايق و6 دقايق و10 دقايق وهو بيتكلم. اصل دخل راح ورجع وجي، ما بيتكلم في الكورة، ما بيتكلم في التكتيك، ما بيتكلم في الخطة، ما بيتكلم في فكر المدرب، ما بيتكلم ازاي ابدأ الهجمة، ابني الهجمة، انهي الهجمة. مفيش يا جماعة، مفيش كلام في الكورة، كلام فيه رغي 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 رغي. اي حد لو بيتكلم كويس وعنده لغة عربية هيقعد يتكلم والنادي وراح وعمل وجه وبتاع، وبيبعد عن جو الماتش. وبعدين لما بيجي يحلل بيحكي لك الاحداث اللي حصلت في الماتش. ما انا شفت الهجمه واداها في وينج يمين واداها للشمال انا ما عايز. المتلقي عايز يفهم ايه فكر المدرب، مش خطه 4-3-3 ولا 4-2-3-4-1 ولا ازاي التكتيك، ايه الاخطاء اللي وقع فيها الباك اليمين، ازاي غطى، ازاي الترحيل، ازاي لما باجي ابني الهجمه، ازاي اللعيبه بيظهروا لبعض، ازاي المدرب
اللي قدامه، قرا فكر المدرب ازاي، عمل الخطة بتاعته، درس الخطة بناء على عنده نقاط ضعف هنا ايه ونقاط قوة هنا ايه. يبقى المتلقي قاعد بيستمتع وبيتعلم كرة قدم. علم النشء بتاعنا، مش اقعد احكي واسرد احداث انا شفتها. المحلل مفروض يتكلم في حاجات المتلقي واللي شاف المباراة ما شافهاش. بيتكلم في فكر مدرب، بيشوف اللياقة البدنية وقعت. هل مدرب الأحمال ده قوي؟ هل المحلل اللي عنده وبيدرس كل واحد جرى قد ايه وكل واحد لعب قد ايه والميس باص قد ايه هل الأندية بتجيب ناس بهذه الطريقة؟ يتكلم في الإخراج التلفزيوني، في إعادة اللقطة في المباريات. الفار يا جماعة، الفار وما أدراك، حاجة تحزن يعني. الموضوع كبير كبير كبير، بس مين يسمع؟ متابعي كبسولة رياضية، للحلقة بقية والكلام مش هيخلص إلا إن شاء الله ما يصلح حال الكرة المصرية. كل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.